السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متتبعي جريدة أفريكا بريس، حنا كنتواجدوا حاليا بشاطئ المركز بالمحمدية بما يسمى بالقادوس اللي دار ضجة عند ساكنة المحمدية. غادي ناخذوا تصريح ديال أحد الأشخاص اللي تا هو كيستنكر هذا الوضع. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا تنمشي المحمدية حشومه وعار كما قلنا من السابق، هذه سنين ومتعدده، وهذا القادوس فيه سنين حنا تنعرفوه. ما كاين الحلول، ولكن ما بغى حتى شي مسؤول على مدينه محمد، ما عندهمش الغير على المحمديه. المحمديه من زمان ما كانتش بهذا الشكل، كانت جميع المصطفين اي واحد من اي مدينه تيصطف المحمديه. المحمديه كان محبوبه عند الجميع، من الحسن الثاني الله يرحمه، محمد الخامس، مولاي عبد الله يرحمه. احسن مدينه تيدوزوا فيها العطل ديال الصيفيه ولا غير الصيفيه تيجوا المحمديه. ودابا المحمديه ولات شبح، وحاشاكم هذا القادوس هذا سنين كيفاش يعقل بان السباحي الناس تجي من كل مدينه بحال هكا يبغوا يعوموا هذا وما شوفوا هذا المنظر، شوف هذه الحاله هذه وهذا القادوس الريحه، ما يبقى حتى واحد يجيك المحمديه. يعني المحمديه صافي دفنات من المسؤولين الغيورين على المدينه، وما يبقاش عندها واحد الهبه كما كانت في الاول. كانت المحمديه احسن مدينه في المغرب من صعيد كل شيء تيحب تتسولوا فيه غادي للمحمديه، بالاخص شاطئ المحمديه المركز مسمى بالمركز. حنا سنين كما كنعاودوا بلادك سنين وحنا تنعرفوا هذا القادوس فيه سنين وعمرهم ما لقاو ليه حل. كاين هما غير تيتغاضوا عليه، وكاين حلول بزاف كما تيقولوا الحلول شي حوايج، والمشاريع اللي تدار بالسبب ديال تيخسروا عليها اكثر ديال الاموال طائله، والقادوس ما لقاهم هما حاشاك حتى القادوس ما لقاوش عنده، ما لقاو ليه شي حل. كما تيديروا تلقاو حلول بزاف ديال الحوايج، المسائل المشاريع وبحال ديال النافوره بحال حاجه تيديروا المحمديه. والقادوس حاشاك في شاطئ المحمديه اللي معروف على الصعيد الوطني. ما كاينش اللي ما تقوليش المحمديه، بحال يقول لك فيها المحمديه معروفه بالبحر. الرساله ديالك اللي ما بغاش الرساله لجميع المسؤولين والغيورين على المدينه المحمديه بدون استثناء، من رئيس المجلس البلدي، من اصحاب البيئه، كل غيور على المدينه المحمديه ينهضوا بالمحمديه، يرجعوها من الهبه ديالها اللي كانت من زمان تنعرفوا بها، تبقى حتى هي في حله مزيانه وترجع كما كنا تنعرفوا المحمديه من بدون الصغار. 60 سنه وحنا تنعرفوا المحمديه، ولكن لما تيبقى فيك الحال ملي تشوف بحال هذا المنظر هذا الخبيب بحال هكا، وملي تيقول لك غادي فينا نعوموا في حاجه في الخنيز، تيبقى فيك الحال ملي تسمع بحال هكا تيقول لك فين غادي تعوم. هذا الرائحه دابا الان، ولا كان شي واحد من المسؤولين اللي تعرف المغايور على المدينه المحمد يجي بنفسهم يشوفوا الوضع كي داير، ويشوفوا الرائحه المحمد، واللون ديال البحر ما بقاش ازرق ولا متلوث، لون الاسود والريحه بحال هكا، وحاجه ولا تيبقبق كما ولا تطلع منه رائحه، وعيب وعار لان نشوفوا المدينه ديالنا بحال هكا في هذه الحاله هذه. لا يعقل صراحه. نتاسفوا على هذا الشيء اللي وقع بالاخص في هذا الشاطئ المحمديه في المركز. نتمنوا الرساله توصل لجميع المسؤولين الغيورين على المدينه المحمديه، لكل هو غيور على المدينه المحمديه اللي تعرف كان تنعرفوا بانهم كما تيقولوا ولاد فضاله، ولاد محمديه احرار، ينهضوا بها ويرجعوا لها الهبه ديالها اللي كانت من زمان. ونتمنى ان شاء الله يكون الخير مننا القدام بحال هكا، ماشي كما تنقولوا حنا ما بغيناش المحمديه تكون طايحه بهذا المستوى بحال هكا. كيفاش بغيتي بنادم يجي يعوم بحال كيفاش؟ وحاشاكم هذا الشيء ديال القادوس تيكون منتوج فيه امراض جلديه. كاين الاطفال تيعوموا، كاين الشبان، كاين اللي بنادم عاوتاني الانسان تيجي تيلعب كره. حاشاك ملي تيجي بحال الحار هذه كيفاش غادي تيكون معرض لواحد الهلاك ومرض جلدي. وكون دائما حنا دائما نبقاو نقولوا كون هادي. احنا بغينا المحمديه ترجع كما كنا عارفين.
من المدن من الصغار وحنا نعرفوا المحمديه، لا ما كاين ما احسن من المحمديه. قسما بالله تنهضر معكم وعندي حرق على المدينه المحمديه، هادشي اللي قسما راه الله يعلم الله بهذيك، ما بغيناش حنا بنادم. واخا سؤالي بالنسبه للحجر اللي ولا دابا اللي كنا كنعرفوا بلي المركز كانت فيه رمال ذهبي، ايوا دابا هذا المشروع هذا اللي داروا بحال هكا، حنا ما تنسركوا حتى شي واحد، تنعرفوا المحمديه بغينا كما تنقولوا هادشي المحمديه كما كانت الرمال. وهذا المشروع المشروع هذا اللي دار بحال هكا راه يعني راه ماشي حنا مزيان للمحمديه، ولكن باش تكرفس المحمديه بهذه الطريقه بحال هكا ما بقاش هذيك الرمله اللي تنعرفوا، ولكن الحجر وكاين عاوتاني الغبار، واكثريه ما بقينا ما بقيناش ما تلقاوش الراحه ديال كثرات ديال بزاف ديال المسائل، الاوساخ والازبه، واخا يديروا يجمعوا مساك تسحب النظافه، ولكن التوعيه ما كايناش، خاصها التوعيه من الجميع. ولا الحل في نظرك النظري المجتمع المدني غائبين عن التوعيه؟ النصيحه ولا كانت غادي تدار بالاعتبار، كان بان واحد الغيور من مدينه المحمديه تنعرف من زمان وحنا في كبرنا عليها، يديروا حل هاد القادوس هذا، بالاخص يديروا واحد الحاجز ما تكونش فيه السباحه، وتكون محذيه هذيك، ورجال الوقايه المدنيه منقذي السباحين دائما تيبعدوا الاطفال وكاع اللي تيجي هذا تيبعدهم باش ما يعرضوش ريوسهم للخطر والامراض المعديه. ونتمنى ان شاء الله تكون هذه الرساله لجميع المسؤولين على مدينه المحمديه بدون استثناء، من البيئه، المجلس البلدي، للعماله، بدون سميتو صاحب النظافه هذه، انه ينهضوا بهذه المدينه، راه غادي تتموت بشويه. من الله يجازيكم بخير، راه ماشي زعما راه حنا تنطلبوا بحال هكا، حنا بغينا المحمديه تنعرفوها من زمان، واجبهم تجاه المواطن. حنا ما غادي نلوموا حتى شي واحد كيما تيغيروا عليها المواطنين، خاص هاد المسؤولين هما يغاروا، ماشي ولاد المحمديه بوحدهم، جميع اللي عنده شي منصب في المحمديه في اي مجلس اي مكتب يشوف هذه الحاله اللي عايشه فيها المحمديه لا يعقل، وهذا لا يبشر بالخير للمدينه المحمديه. ونتمنى ان شاء الله الخير للجميع، وان شاء الله تكون هذه الرساله وصلتكم ان شاء الله بالخير، ونتنهضوا بالمدينه وتكون ايجابيات ان شاء الله، ونتمنى لكم التوفيق للجميع، ودمتم برعايه الله، والسلام عليكم. شكرا للاخ الغايور ابن مدينه المحمديه الحاج منير، ياك الحاج منير اللي دار بحرقه على هاد القادوس هذا، لان كيقول لك عاش فيه بدون يعني مني كان باقي صغير، يعني 60 سنه عاش فيها الاخوان، يعني هو غايور ديال بصح. كيقول لك اودي حنا كنطالبوا غير من المسؤولين يتدخلوا، والغايورين يجيو يتدخلوا، يشوفوا من حال هذه الكارثه البيئيه ديال هذا القادوس هذا اللي غير حتى لون البحر ما بقاش ازرق، حتى الرمال ما بقاش في عوض الرمال ولات الحجاره، ياك الاخ منير؟ كاين الحجاره بحال هكا والغبار هنايا، ما بقاش كاع رمله، ما بقاش الرمال ديال الصطياف اللي غادي تريح فيها ولا تاخذ الشمس فيها، ولا غبار وحجاره، بحال بان عايش في شي بحال شي صحراء ولا حشومه، كاع عيب بزاف، كاع بانت لك المدينه تبدلت بزاف. حنا ما بغيناش توصل للمحمديه بهذا الشكل، والله قسما بالله العلي لا تنهضر معكم ربي اللي مطالع، ما بغيناش المحمديه ما يبقاش عندها هذه الهبه اللي نقدروا نمشيو نوريهم البلاصه ديال داك الحجر، هذاك الحجر اللي كاين ليه واحده كاين، لا وهذاك التراكم ديال الحجاره اللي كاين ليه جميع الحجر هنايا انت تشوفوا انت زعما ماشي زعما تنقولوها هكا، كلشي باين، وحنا راه ما تنظلموا حتى شي واحد، حنا غايورين على المحمديه كما تيقول الناس ديال التراكم ديال داك الحجاره نشوفوا نوريو للمشاهدين. شوف كي ولات المحمديه، انت شوف واش هذه رمله الصطياف ديال الصطياف فيها، تجي تتشمش فيها. المحمديه راه ملي كنت تشوفها بحال هكا الرمال الذهبيه ما تبغيش تخرج تعيد من الرمال الذهبي، ودابا تشوف هذا شوف كي ولات المحمديه، هذه مدينه المحمديه كما تنعرفوها كانت مدينه الزهور. شوف الله يجازيكم بخير ايها المسؤولين على مدينه المحمديه، هل يعقل كل شيء؟ هذا الحجر كيفاش غادي بغيتي الانسان بغى يعوم بحال كيجي بحال هذاك يضرب راسو ولا تطرى عليه شي حاجه، الله يحفظ. واخا وهذا السلك هذا هو
هذا ديال الحجر بحال هكا اللي تيبناو. حنا ما يمكنش البحر دار السيرك ولا هذا ديال المشروع اللي خدامين بحال هكا. شنو فين وصلوا. قلت لك هنا دابا راه شي واحد بحال هكا دابا شي واحد ما شافش بحال هكا يجي يطيح. شي واحد دابا كاين الصيافين، كاين دراري صغار وكبار هادي تيبغيو يريحوا هذاك بحال هكا ويجيو بحال هكا يلقاو هذا الحجر. كيفاش غادي يجي المنظر بحال هكا؟ شكون غادي يبقى يجي لك المحمديه ملي غادي تشوفوا يشوفوا بحال هكا؟ راه لا ما يمكنش شي واحد يشوف بحال هكا يقول لك لا، يقول لك المحمديه كانت محمديه. هادشي اللي ما بغيناش، كانت المحمديه. دابا شوفوا ما بغي هذا اللي ما بغيتش نسمع من جميع الناس. راه تيجي تيقول لك فين غادي تجي الماء، او غير هذا الصباح قال لك هضرنا شي ماشي، قال لك واش نجيو نصيفوا بالمحمديه فيها القادوس وهذه قال لك المحمديه صافي مشات ما بقاش كيما يعني السياحه ممكن هذا. شوف واش نقول الناس ضعفاء وما كاينش شي واحد ملي كاين، ما كاينش اي واحد تكون ضايقه به بحال هكا تيجي للبحر المحمديه تياخذ هذاك النفس ديالو بحال هكا وتيسد. هذا في غادي يجي لك هذا المحمديه يشوف القادوس، يجي للحجر بحال هكا ولا الغبره هنايا بحال هكا التراب ماشي رمال دابي. راه غادي لا يؤسف لهذا الشيء، يؤسف. حنا نعاودوا نفس الهضره نبقاو هذه. راه ما بغيناش المحمديه تبقى تغادى وتتموت بشويه بشويه بشويه. ولا كانت شي اذن صاغيه وغايونين على المدينه المحمديه بمعنى الكلمه، اللي تعرفوا بان الغايونين على المحمديه يدخلوا في اسرع وقت. وراه ضروري كاين الحلول اللي ما عندهاش حل، مع الصبر والايمان وكل شيء التعاون بعض جميع المسؤولين ديال المحمديه يتناهضوا ويديروا كما تنقول يد وحده، وان شاء الله المحمديه ترجع بالحله ديالها اللي من زمان تنعرفوا عليها، وان شاء الله يكون الخير من هنا لقدام. ولكم الف شكر. تحياتي لك، تحياتي للاخ الحاج منير على التوضيح والايضاح. دمتم في رعايه الله. كان معكم اخوكم المراسل عن جريده افريكا بريس ياسين الحياني. تحياتي لكم ومع السلامه.